النهاردة 1 مايو عيد القديس العظيم ماري جرجس الروماني أمير الشهداء. القديس ماري معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، بيقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل هو إيماننا. بنلاحظ إن قوة القيامة في كل شهيد مقبل على الموت وهو فرح، فترى العدو قد أبطل. الموت ده صار ما بقاش عدو للناس إن هي تخاف منه، فبقى القديسين وكل شهيد هم ثمرة مشبعة للقيامة. اسم القديس العظيم جورجيوس اسم يوناني معناه فلاح، وابتدى يتدرج منها جورج وجرجس والأسماء التانية. القديس اتولد في إقليم كابادوكيا، وأبوه شهيد، يعني القديس شهيد ابن شهيد. والده كان اسمه أناستاسيوس ومعنى اسمه قائم، وكان قائد كبير جدا في جيش دقلديانوس وقتها، وبسبب إخلاصه وأمانته في عمله كان ضمه للحاشية بتاع الإمبراطور. بس في آخر أيامه قتله دقلديانوس لما عرف إنه هو مسيحي. أمه اسمها سأوبستا، معنى اسمها إيمان الله، وكانت امرأة تقية وبتهتم جدا بتربية القديس العظيم ماري جرجس تربية مسيحية. وكان وقتها عنده 14 سنة اتوفى والده، وفي سن 17 التحق بالجيش الروماني. لأن القديس العظيم ماري جرجس الروماني بيطلق عليه الروماني لأنه كان واخد الجنسية الرومانية زي ما معلمنا بولس الرسول. القديس كان شجاع جدا، وابتدى القديس برتبة قائد 100، يعني كان معاه 100 جندي. ما نستغربش من الموضوع ده انه كان عنده 17 سنة يبقى قائد على 100 جندي. زي ما احنا قلنا ان القديس كان شجاع جدا ويمتاز بالشجاعة، وفي نفس الوقت اتربى تربية مسيحية جيدة. وكمان والده كان قائد، فأعطى له ان هو يبقى في السن ده يبقى قائد 100. بعد كده القديس ماري جرجس في وقت قصير جدا بقى قائد 1000، يعني يطلق عليه أمير. ولما كان عنده 20 سنة اتوفت والدته. لما اتوفت والدته وهو كان عنده 20 سنة، ابتدى ان هو يوزع ممتلكاته على الفقراء وعتق العبيد اللي كان عنده، وعاش حياة كلها زهد عن العالم. فكل ده يجعلنا ما نستغربش هو قد ايه احتمل الآلام وشهد للرب يسوع المسيح، لانه بالفعل عاش كل ده. لغاية لما دقلديانوس طلع منشور فيه كذا بند بخصوص تعذيب المسيحيين. أول حاجة هدم الكنائس في الإمبراطورية، حرق كل الكتب المقدسة، رفض جميع المسيحيين من الوظائف ومصادرة أموالهم، واللي مش موظف في الدولة يعامل معاملة العبيد وكمان ممكن يتباع، وعلى الجميع إن هم يقدموا الذبائح والبخور للأوثان. القديس كان عمره 23 سنة، وكانت كان في وقتها المنشور ده كان متعلق في الساحة على القصر، فمسك المنشور قطعه ورماه على الأرض. كان في وقتها جنود راحوا قبضوا عليه وجابوه للوالي. الوالي طبعا عرفه وكلمه باحترام ولطف، وقال إن هو هيبعته لدقلديانوس. لما بعتوه لدقلديانوس ابتدى من هنا القديس مرحلة التعذيب والجهاد. دقلديانوس ده كان أصلا وثني وترك المسيحية. ابتدى دقلديانوس يكلمه بلطف برضه ويكلمه باحترام، وقال له إن هو ما كأنه ما سمعش الكلام اللي بيقوله ده. طبعا القديس رفض كل الطرق اللي كان بيتكلم بيها دقلديانوس، ولما لقاه مصر على اللي هو عمله رماه في السجن. حب ان هو يضعفه، ارسل ليه امرأة في السجن عشان توقعه في الخطية. لما المرأة دي دخلت لماري جرجس ابتدت ان هي تحاول معاه، وكان القديس العظيم ماري جرجس كان شجاع جدا وكان بيصلي. ابتدى ان هو يحكي ليها عن الرب يسوع المسيح وقادها للإيمان المسيحي. في الصباح لما عرفوا حكاية المرأة دي حكموا عليها بالإعدام. بعد كده القديس العظيم ماري جرجس ابتدى التعذيب، ألوان التعذيب معاه بكل شكل. ابتدى الإمبراطور مرحلة التعذيب مع القديس ماري جرجس بكل أنواع وأشكال. حطوه في مقطرة، والمقطرة دي بيتكلم عنها في أعمال الرسل 16 ان ماري معلمنا بولس الرسول وسيلة حطوهم برضو في المقطرة في سجن فيليبي.
هي عبارة عن خشب وفيه ثقبين أو خرمين، وبيحطوا فيهم القدمين وبعد كده يقفلوا ويربطوها بسلسلة. بعد لما حطوا قدميه في المقطرة دي، حطوه على صدره حجر كبير جدا عشان يصحوا يلاقوه ميت. وطبعا فوجئوا لما لقوا القديس معافى. أمر الإمبراطور وقتها إن هم يحطوه في المعصرة، أو المعصار وقتها كان اسمها كده، وهي مكتوبة في السنكسار اللي هي الهمبازين. اتمزق جسده ولحمه، ولما خرج من المعصرة دي أو الهمبازين ده، ابتدى ان هم يجيبوا مشاعل من نار ويمشوها يمرروها على جسده، وبيزيدوا تعذيب اكتر. فقد القديس ماري جرجس وعيه، ورموه في السجن وقتها، وقالوا ان ده خلاص هيموت. لكن الرب يسوع المسيح ظهر له في السجن وشفاه، وقال له لا تخف يا حبيبي جرجس، انا معك. الجنود شافوا الزنزانة منورة وان في حركة، لانه كان المفروض ان ده ميت. راحوا عطوا خبر للإمبراطور، وفتحوا الزنزانة فعلا وجدوه سليم معافى، ولدرجة ان هم خافوا جدا ملقوش اي اثر للجراحات، والقديس كمان مبتسم. على طول الإمبراطور قال ان ده ساحر، فارسل يجيب ساحر، وقال ان احنا نغلبه بالسحر زيه. جابوا ساحر اسمه أثناسيوس ده اسم يوناني يعني غير مائت، وكان وقتها أسماء دي كانت يونانية وكانت منتشرة، وده كان وثني. فجاب سم مميت جدا عشان يخلص عليه. عمل كاسين، الأول لما يشربه يغير فكره ويندم ويخضع لدقلديانوس ويبخر الأوثان، والتاني الكاس التاني علشان يموت في وقت قصير. فقدم الكاس للقديس العظيم ماري جرجس، فرشم عليه علامة الصليب وشربه، ولقوا القديس ثابت في الإيمان وكويس وفكره زي ما هو، برغم إن هم زودوا الإغراءات وهو برضو ثابت في الإيمان، مفيش فايدة. فقدموا له الكاس التاني، لكن المرة دي ربطوا إيديه وقالوا عشان إحنا شفنا فيه علامة بيعملها، العلامة دي علامة سحر. فبذكاء القديس العظيم ماري جرجس رشم بفمه علامة الصليب وشرب، وقال القديس ماري جرجس انت ساحر. ابتدى يحكي عن المعجزات للرب يسوع المسيح وإقامة الموتى. فراح أثناسيوس ده استغل الكلمة دي لما ذهل جدا من كلامه انه بيقول ان هو يقدر يقوم ميت. فقال طب خلاص احنا لسه دافنين واحد ميت هنا، فاحنا ممكن نروح المكان وتيجي تقومه، ولو انت قومت الميت ده انا هبقى زيك وهبقى مسيحي. وقتها راح 70 ملك معاه والامبراطور، فركع القديس وصلى بإيمان وأقام فعلا الميت. الملك قال إن ده سحر. راح أثناسيوس اللي هو كان ساحر ده قال ده مش سحر، أنا مسيحي وأنا إلهي إله القديس جرجس. الميت قام واتكلم، فاغتاظ الإمبراطور جدا، فأمر بقتل أثناسيوس والميت اللي أقامه جرجس. ابتدى ان الامبراطور يتغاظ جدا من جرجس، وجابوا لوح عشان يلبسه في رجله. فكانت المسامير دي طويلة جدا وحادة، وابتدى ان هم يخلوه يجري والجنود يضربوه. بعد كده ضربوه بأعصاب من البقر، ونتيجة الجلد ده فقد الوعي، والرب يسوع المسيح جه وأقامه لأنه كان ميت وقتها. استغربوا جدا. بعد كده شافوا وسيلة تانية، كانوا بيتفننوا في تعذيب القديس في كل وقت أو كل شوية وسيلة تانية. جابوا عملوا حوض ملوه من الجير الحي وحطوا فيه القديس ودفنوه لمدة 3 أيام. بعد كده قالوا إن احنا هنروح نشوفه، أكيد هيبقى أشلاء وعظم ومش هيبقى فيه حاجة. فلقوا القديس مبتسم ومفيش أي حاجة، فاتضايق جدا الامبراطور وخجل من نفسه، وابتدى ان هو يلطفه ويكلمه كويس، واستضافه كمان في القصر. وهو مرة هو في القصر كان بيصلي المزامير، سمعته القديسة ألكسندرا، وربنا فتح قلبها وقتها وابتدت ان هي تقبل الإيمان. بعد لما خلص صلاته سألته عن الكلام اللي بيقوله ده، فقال لها ان انا كنت بصلي، وابتدى ان هو يشرح ليها من بداية الخليقة
وتجسد الرب يسوع المسيح وقيامته وصعوده، فآمنت على ايده بالرب يسوع المسيح. الآن الأوان ان انت تبخر الأوثان بقى. وابتدى ان هو تخيل الامبراطور ان هو باستضافته للقديس ماري جرجس في القصر ان هو هيميل افكاره وان هو يرجعه عن ايمانه، لكن كله بترتيب من ربنا علشان القديسة برضو ألكسندرا ان هي زوجته ان هي تؤمن بالرب يسوع المسيح. تظاهر القديس ماري جرجس ان هو موافق ان هو يبخر للأوثان، فعمل الامبراطور احتفال عظيم جدا، والناس كلها قالت خلاص ماري جرجس اخيرا هيبخر، الامير هيبخر للأوثان ورجع عن ايمانه. دخل المعبد وكان آلهة كتيرة جدا، يقال ان الامبراطور ده كان عنده 70 وثن ذكور وأناث. وهو في الهيكل كان القديس ماري جرجس بيصلي، وبعدين خاطب أبولو وقال له، وده أبولو ده كان أكبر الآلهة، قال له اظهر قوتك أنت فعلا إله حق. فخرج صوت من أبولو وقال له أنا لا إله ولا حاجة، ولا يوجد إله حقيقي إلا إلهك اللي أنت بتعبده، وإحنا شياطين. طبعا هنا الشيطان اتكلم بأمر من الرب يسوع المسيح. وبعد كده باقي التماثيل سقطت وتهشمت كلها على الأرض. غضب جدا الإمبراطور والكهنة وقالوا ان ده لازم ان هو يتقتل. الامبراطور روح مهموم جدا ومش عارف يعمل ايه في القديس ماري جرجس، فابتدى ان هو يحكي مع الامبراطورة وقال لها انا معرفش ومش عارف اعمل ايه مع جرجس، وانا تعبت جدا وشكلي بقى وحش خالص ومش عارف اعمل معاه ايه. فقالت له الامبراطورة لانها امنت خلاص بالرب يسوع المسيح، لكن هو ما كانش يعرف ان هي قعدت مع القديس ماري جرجس. فقالت له ان انت ملكش دعوة بيهم وابعد عنهم لان الههم قوي. استغرب جدا الامبراطور من كلامها وحس ان هي اتأثرت بكلام القديس ماري جرجس، وقالت له ايوه فعلا انا اؤمن باله القديس ماري جرجس هو الاله الحقيقي. فامر، وهو كان غضبان جدا ومتضايق من جرجس، امر ان هي تعلق من شعرها في ساحة القصر وتضرب لغاية لما تفارق الروح. القديسة ألكسندرا وقتها بعتت للقديس ماري جرجس وكانت خايفة وكانت قلقانة قبلها بفترة ان هي مش متعمدة، وقالت له انا الامبراطور خلاص بيموتني وانا متعمدتش وانا قلقانة من الموضوع ده. قال لها دمك يحسب لك معمودية الدم عوض عن ماء المعمودية المقدسة. واخر صلاة قالتها لربنا وقالت له انا قد تركت من اجلك قصري مفتوح على مصراعي، فلا تغلق باب فردوسك في وجهي، واقبلني كما قبلت اليك توبة اللص اليمين. امر الامبراطور ان القديس جرجس يربط في ديل الحصان لانه كان غضبان جدا من اللي هو عمله، وقال ان انا عايز اخلص منه خلاص. ابتدى ان هو ربط القديس ماري جرجس في ديل الحصان وهو عريان، وابتدى ان هو يسحله في الشوارع لغاية لما يتسلخ جسده خالص. وبعد كده قطع راس القديس واستشهد فيه 303 ميلادية. أخذ طبعا المؤمنين وقتها جسده ونقلوه للد. البيت اللي كان فيه خاله وأمه اتبنى أول كنيسة في فلسطين. معلمنا القديس يوحنا بيقول في سفر الرؤيا بيقول رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع. فده كان تقليد إن هم كانوا في الكنائس بيحطوا جسد الشهداء تحت المذبح. وطبعا بعد كده اتبنت له كنائس كتيرة جدا في أنحاء العالم كله. هنتكلم عن أيقونتين للقديس العظيم ماري جرجس. أول أيقونة اللي هو فارس وراكب على حصان والثوب الأحمر على كتفه، هي صورة رمزية، مفيش تنين حقيقي تحت الحصان، لكن ده بيرمز للي هو كان ديكليديانوس أو الشيطان، مفيش فرق يعني، والعروسة دي بتمثل الكنيسة. والأيقونة التانية دي معجزة للقديس العظيم ماري جرجس، اللي هو بنلاقي طفل ورا القديس العظيم ماري جرجس. دي صورة غير الصورة اللي احنا عارفينها.
والصورة دي مش موجودة غير في أرض فلسطين والشام، وهي زي ما احنا قلنا بتحكي عن معجزة لماري جرجس، ان كان في أسرة وقتها كانت بتعمل أغابي للكنيسة، وفي سنة من السنين هاجم عليهم البربر وسرقوا ونهبوا، وكمان خدوا ولاد الناس وقتها وباعوهم عبيد، وكان من ضمنهم ابن الأسرة دي. وعلشان الابن ده كان أخلاقه كويسة وحلوة وخدم وصيهم، ومرت السنة وجاء عيد القديس العظيم ماري جرجس، وكان رئيس العصابة ده وقتها عامل احتفال عنده، والولد ده وهو بيغسل ايدين الناس وافتكر وقتها وقال زي النهاردة كان عندنا عيد ماري جرجس، كده يا ماري جرجس تسيبني؟ وبرضو أسرة الولد في نفس التوقيت قالوا برضو كده، وهم في الأغابي قالوا زي النهاردة كان ابننا وصينا، كده يا ماري جرجس تسيبنا؟ فجأة جه ماري جرجس وأخد الولد وركبه على الحصان وجابوا ليهم وحطوا وسط الأغابي اللي كانوا بيعملوها. فمن هنا كانت الصورة اللي احنا قلنا عليها الصورة التانية للقديس العظيم ماري جرجس، اللي بنلاقي طفل صغير وراه على الحصان. القديس العظيم ماري جرجس بشجاعته حفظ الإيمان ودافع عن الكنيسة، وتشبه بالرب يسوع المسيح إن بموته داس الموت. شفاعة وبركة القديس العظيم ماري جرجس الروماني تكون معنا، أمين.